بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا رب، وبصحة وسعادة وهنا يا رب. احنا عاملين فيديو يعني احنا ملحنا السردين والبسارية معاكم. فانا لما جيت افتح عليه قلت والله لا اوريهولكم واوريكم الجمال يعني، وبرضه تبقوا معايا خطوة بخطوة وتبقوا شايفين الجمال والحلاوة. وبصوا عاملين ونظافة بقى وحاجات كتيرة قوي يعني عشان صحتنا وصحة أولادنا وبناتنا وبصي يعني معرفش هما بيملحوه ازاي وبطريقة ازاي. أنا والله يعني مش، دي أرزاق وربنا يا رب يسهل لكل من كان. بس اما كل ما تعملي الحاجة ببيتك كل ما تضمني صحة أولادك وأحفادك وحبايبك و... وما نزورش بعد الشر الدكاترة كتير. هو يعني مش عارفه اقول لكم ايه، مش عارفه اقول لكم ايه، انشوجه. ايه الجمال ده والطعامه دي. فقلت والله ما احرمكوش من الفيديو ده ولازم ايه اوريه لكم. ماشي. هنا فتحنا عليه، منزل ميه طبعا ياما زي ما انتوا شفتوا، وقلبناه كده. احنا هنمسكه دلوقتي نغسله غسله حلوه تحت الحنفيه عشان هناكله على طول دلوقتي. هوريهولكوا وهننضفه وهنحط له بقى زيت وليمون، وهنشوف برضو البسارية مع بعض اهو. اهي هنفتحها. والله العلب دي كمان تحفة في التمليح، ما بتطلعش ريحة ولا حاجة. وورق اللوري ده يعني برضو يعني منع للريحة ومادة حفظ وحاجات جميلة. بصوا الجمال، بصوا الجمال. وبسارية تقولوا عليه، هي دي اللي تقولوا عليها أنشوجة صحيح يعني. والله يعني حاجة بسيطة بس بتفرق كتير على فكرة والله. هو كسل بس مننا ان احنا ايه نجيب الحاجة جاهزة ونعمل، لكن هي والله كانت سكر كده، عسل كده. بصوا الجمال. والله بنتي بقت تاكل منها قبل ما تغسلها، لان احنا ضامنين طبعا نظافتها وحاجتها. يعني انا مش هقول لكم طبعا، كلنا ايه ستات بيوت وعارفين طبعا الحاجة في البيت بتفرق عن بره بكتير، وفيها بركة وفيها نظافة وفيها كل حاجة حلوة، كل حاجة حلوة. فاحنا طبعا هنعمل وجبة دلوقتي كلها هنعملها على بعض، هنشوفوا ايه خطوة بخطوة كده اتغدينا ايه وعملنا ايه. الطحينة كالعادة ملح، كمون، فلفل اسود، اللي بيحبه كزبرة يحط، خل، ومية بس. هي دي وتقلبيها وخلاص كده بقت طحينة. في نوع طحينة تاني ان شاء الله هبقى اصورها معاكم، موفرة وكلها بركة وحلوة. بس احنا اليوم ده ما كانش ايه، ما كانش يعني انا ما يعني مش عارفة اقول لكم ايه، يعني ما حضرتش حاجتها. يعني انا دي هيلزمها زبادي ودقيق وحاجات كده معينة، هبقى اعملها معاكم مرة يعني، اكون بعمل اكل او بعمل كفتة او بعمل حاجة وهوريكم. هي الطحينة كمان نوعها حلو يعني، الطحينة دي من الغالية برضه. دي برضو الطحينة المفروض ان احنا نعملها في البيت، ومناسبة الحاجات اللي في البيت يعني. برضو انا بعملها ومش عارفة مصوراها معاكم ولا لأ، بس ساعات بنشتري منها يعني. ما اقولكيش برضو هي بتفرق عن الطحينة البيتي. بصوا بقى احنا هننضفه خالص من الشوك خالص بالشكل ده، ونشيل الشوك منه. يعني انت كده هتحسي انك بتاكلي فعلا انشوجة البسارية والسردين بالطريقة دي. بصي بقى، بتحكي الجلدة خالص، انت هتاكليها بالجلدة بتاعتها اللي احنا لان هي بصوا احنا سلخينها خالص يعني متنضفة خالص. فانت خلاص هتاكليها بالجلدة عادي، لان احنا نعتبر مقشرينها وحكين القشر وكل حاجة. هتاكليها كده بحالها، تحطيها كده في لقمة وتحطيها في الطحينة ويا سيدي، يا سيدي والله بجد يعني. هنخلص الكمية كلها
وهتشوفوها بقى. هنا في حد مش عايز ياكل ده ولا ده، قلت لهم والله هتندموا. فجبنا رنجايه كده كانت عندنا يعني، وشويناها كده برضو، مش عشان مش احنا اللي هناكلها، حد تاني نسكه. لا، عملناها احلى حاجة والله. عملناها على اصولها برضو. طبعا اتشوت، الشوي ده ضروري جدا للرنجة عشان بيقتل البكتيريا اللي فيها اللي تحت الجلد. والحاجات دي احنا مكناش نعرفها زمان والله، بس علميا دلوقتي بيقولك لازم تشوي الرنجة، لان الرنجة تحت الجلد ده فيه ميكروب، هو ما بيموتش الا لما بالشوي ده بتاع الجلد. فتشويها، هو الجلد بيطلع كله لوحده بيتفصص كده، وهي بتطلع فصوص فصوص كده، تنضفيها وتحط لها بقى سلطاتها الحلوة وزيتك وليمونك بقى والحاجة الجميلة دي برضو يعني. احنا هناكله وفي حد مش هياكل يعني؟ لا، ازاي؟ لازم نعمل لهم برضو اللي هم بيحبوه حبايبي. هي بقى كل الحاجات دي كلها آه، يعني كلها كده حاجات سمكية كده مفيش حاجة كناها معاه الا البطاطس والطحينة والبصل. يعني انتوا فاهمين البصل ده ضروري في الأكلة دي. البصل اللي محطوط في الخل وليمون وملح عشان ما يعملش ريحة، كمان بعد ما تاكليه زي ما انت عايز، بس اعمليه قبليها بساعة كده. وممكن تحطي رشة سكر صغيرة مع الملح والخل، يقوم يفضل مقرمش بس ما يعملش ريحة في البق. معلومة برضو يمكن تفيدكوا يعني، برضو انتوا تقولولي يا حبايبي. آه لو عندكم اي معلومة. البسارية بقى احنا سايبينها بحالها، لان في ناس بتاكلها بحالها براسها كده، ان احنا فاهمين ان الراس فيها فيتامين قد ايه، وفي ناس لا بتشيل الراس بس وتاكل. ماشي، فسلطة بقى اهي عشان خاطر الرنجة. والله والله ربنا طرح فيها البركة، والله واحدة دي تقولوا عليها اتنين. ما شاء الله ما شاء الله، اللي هياكل الرنجة دي كان رزقه حلو. وطبعا بقى السردين بقى شطفناه بقى وصفناه من المية خالص، وتبلناه كده في شوية زيت وليمون، وبعدين بنرصصه بقى كده يعني عشان يبقى طعمه حلو. يعني عندي طفلتي حبيبتي حفيدتي عايزه بقى اللي يغمس لها ومش عارفه ايه، فعملنا لها شويه اللي طالع مننا صغير كده فتافيت كده من السردين، حطيناها لها في طبق وحطينا لها طحينه وبطاطس، ومع نفسك بقى انتي غمسي مع نفسك. امين. هي بقى عايزه تاكل حاجه تانية، بطاطس بتاع معاها بقى في كمان اطفال ساعات نعمل جنب الاكله دي مكرونه عشان الاطفال يعني. بصوا، أكلة شعبية جامدة جدا جدا جدا. بس لو عجبكم بقى الأكلة الحلوة التحفة دي، ما تنسونيش بقى في اللايك والدعوة الحلوة بالله عليكم دايما أطلبها منكم. شايفين؟ عظمة، حاجة عظمة وبسيطة ومش غالية، وكان أكل ايه ما أقولكوش. بس يا حبايب قلبي أشوفكم على خير في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.